ازاي تنجز اللي انت عايزه في يومك باقل مجهود؟ عشان تعرف تنجز اللي انت عايزه في يومك ما ينفعش تمشي عشوائي، لان العشوائيه مش هتوصلك لحاجه. لازم يبقى فيه قائمه مهام انت عاملها ليومك تمشي عليها. قائمه المهام الافضل انك تعملها قبلها بيوم بالليل، او ممكن تعملها الصبح بدري لما تصحى. طب ازاي نعملها؟ انا الحقيقه بفضل ان قائمه المهام تكون عباره عن مهمتين رئيسيتين فقط، لان اكتر من مهمتين هيخليك متشتت ومش هتعرف تنجز حاجه. فالافضل يكون ليك مهمتين فقط هما اللي بيشكلوا العصب او الكور بتاع يومك، بحيث انك لما تخلصهم تحس انك انجزت فعلا. ولو انت بتحب تعمل حاجات كتيره في يومك يبقى اكتب مهمتين فرعيتين تحت مهمتين رئيسيتين، ولكن ما تعملهمش الا لما تخلص المهمتين الرئيسيتين اللي قلت لك عليهم. اما لو حطيت مهام اكتر من كده فده كلام فاضي، هتشتت نفسك ومش هتنجز حاجه خالص. رقم 2، لازم تحط وقت محدد لكل مهمه من المهام دي عشان ما تسوفش وتلاقي اليوم خلص من غير ما تعمل حاجه. في حاجه ثانيه برضو ولكن هي مش اساسيه ممكن تنجز يومك من غيرها عادي، انك تصحى بدري وتبدا يومك بصلاه الفجر. الحال بدايه اليوم بدري من بعد صلاه الفجر يعني نعمه كبيره جدا مش هيقدرها غير اللي جربها، لان انت بتصحى بدري، الكل حواليك نايم، الكل هادي، فالظروف مهيئه جدا ليك انك تذاكر، والتسويف في الوقت ده هيبقى اقل بكتير والانجاز هيبقى اكتر. فصدقني جرب الوقت ده مش هتندم. ولكن هل ده شرط يعني؟ لا طبعا، احنا قلنا ان دي حاجه اضافيه، ولكن الناس اللي هي يعني متعوده انها تذاكر او تشتغل بالليل مفيش اي مشكله. وبرضه في حاجه عايز انبهك عليها وهي وهم المثاليه. يا جماعه مفيش حد فينا مثالي، مفيش حد فينا مثلا بيعمل كل اللي هو عايزه في كل ايامه، مفيش الكلام ده. ممكن يوم يظبط معاك يوم لا. يعني مثلا لو عملت حسابك في يوم انك تصحى بدري ولقيت نفسك صحيت متاخر ساعتين ولا 3 يبقى تقول اليوم كله ضاع. ده تفكير خطا تماما. انك تنجز ان شاء الله حتى نص مهمه من المهمتين اللي قلت لك عليهم افضل من انك ما تنجزش حاجه خالص. فما تمشيش ورا وهم المثاليه ده لانه هيضيعك. وبس كده، دمتم موفقين ان شاء الله.